كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل رقاق العيد. هعمل لكم بقى الرقاق الناشف بطريقتي. معايا بصلايه متقطعه مكعبات، عندي اللحمه المفرومه، عندنا بقى التوابل اللي بنحبها. انا حاطه فلفل اسود، 7 بهارات، حاطه ملح، وحاطه كمان الكوبيبه الصيني. يلا بينا نبدا وصفتنا. هنجيب الصينيه او الطاسه بتاعتنا، هنحط معلقتين زيت، نحط معانا البصل، هندي تقليبه بقى ونشوح البصل تشويحه. معانا بقى فص توم، عايزه تهرسيه ماشي، عايزاه متقطع كده مكعبات، ده كمان يظهر بس ايه ريحه التوم. هننزل باللحمه المفرومه، عصجنا اللحمه، نبدا بقى ننزل بالتوابل. بسم الله. هنسيبها بالظبط 5 دقايق وتيجي كده تبقى خلصت معانا اللحمه المفرومه. كده خلصنا اللحمه المفرومه. الشوربه بقى بتاعتنا، لو انا هنا اخدت شوربه لحمه وحطيت عليها مكعبين مرق الدجاج، ما حطيتش ملح. هقلب بقى كده، نبدا نجيب. انا هنا استخدمت في الوصفه عندي زبده وعندي زيت، دول اللي انا هستخدمهم في الوصفه. ممكن تستخدمي سمنه وممكن. هنجيب بقى الصينيه دي مقاس 30، وهنحط شويه سمنه. انا هعمل الرقاق هعمله على النار، هعمله على عين البوتاجاز، مش هعمله في الفرن. طبعا كلنا عارفين ان الرقاق الناشف بياخد شوربه اكتر من الرقاق الطري. يعني انا بصوا الميه الشوربه بتاعتي لازم تكون سخنه جدا. انا بس عايزه اوريكم يبان في الكاميرا انا هعمل ايه. انا عامله لكم الفيديو ده كذا مره، بس انا قلت ايه بقى بمناسبه العيد، كل سنه وانتم طيبين، قلت ايه وانا بعمل لكم الرقاق اوريكم طريقتي فيه. اهو تفضلي تعملي كده. يا رب بس التصوير يكون باين اهو كده. والعكس نعمل ايه بقى الناحيه التانيه. انا مش عايزه افصل الفيديو علشان تشوفوا ايه انا بعمل. فعلا الرقاق الطريقه دي بتبقى فعلا طريقه جميله جدا. بنجيب طبعا، هنجيب الصينيه بتاعتنا، يا رب بس التصوير يكون واضح، وهحط الرقاق كده، وهبدا ان انا هيتكسر منه طبعا حتت على قد الصينيه. لو صينيتك اكبر شويه هيكون احسن، بس انا بحب اعملها بصراحه في الصينيه دي. نعمل كده زي ما انتم شايفين، وهاخد كمل التانية. انا هحط كام طبقه رقاق؟ هحط 3 تحت، وبعدين اللحمه المفرومه و3 فوق، يعني هستخدم 6 وحدات. هنعمل نفس الكلام الناحيه التانية، الرقاقه التانية دي نبدا نعملها كده بنفس الطريقه. انا بس عشان ما اطولش الفيديو انا كده وريتكم الفكره. نسيت اقول لكم، واحنا بنحط دول 3 طبقات. اول طبقه حطينا طبعا برضو ماده دهنيه بتاعتنا، وفي تاني طبقه نفس الحركه اللي انا بعملها دلوقتي، ودي تالت طبقه. هنبدا بقى ايه، نحط اللحمه المفرومه. ننزل باللحمه المفرومه بسم الله. نقلب كده، نوزعها، ونكمل تاني بقيه طبقات الرقاق. نعمل برضو طبقه نسقيها بالشوربه، شوربه على النار عشان بدات تبرد.
تبقى شوربه مغليه. وبعدين هحط ما بين كل واحده، هحطها كل طبقه هحط عليها زبده. هنا بقى خلصنا كل الرقاق. هنبدأ بقى ندي كده ايه مغرفتين شوربة من اللي كنا بنسقي منها. تمام. وهناخد برضو السمنة او الزبدة، ونبدأ ان احنا نحط ايه شوية كده هنا عشان كل حاجة تتحمر معانا. هناخده بقى ونروح بيه على عين البوتاجاز. طبعا انا هنا حطاه على النار، بصوا، وبدأ يعمل كده. هبدأ اوطي النار، اهديها خالص، وبعدين هفضل واقفة قدام الصينية واحركها كل اللي في يعني كل شوية احرك الصينية كده، الفها يعني علشان كلها تستوي، كلها تتحمر من تحت. مش عايزاها تتحرق، عايزاها تتحمر. هقلبها على صينية وبعدين نسوي الوش بتاعها. دي احلى طريقة لعمل الرقاق. طبعا احنا هنا قلبناه على صينية خارجية كده، صينية تكون بس ايه مش مرتفعة علشان تقدري تقلبيها بسهولة. لو حاسه ان الموضوع هيبقى صعب، طبعا احنا حاطينها تحت في الارضيه، حطينا فيها برضو مسحه اسمها ايه زبده او السمنه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. احنا قلبناه بقى. عايزه اقول لكم ان هو ايه يعني بعد ما بيهدى شويه كده يبرد، تلاقي القطعه طالعه طبقاتها كده واضحه. لو حاسه ان الموضوع ده هيبقى صعب ومش هتقدري تقلبي صينيه الرقاق، ممكن تدخليه الفرن. خلصوا بقى كده زي ما انتم شايفين اهي. وصفتنا خلصت. اتمنى يكون طريقتي في الرقاق عجبتكم. متنسوش تجربوها، ان شاء الله حلوه. في ناس كتير عارفاها بس في ناس اكتر ما تعرفهاش. هي طريقه سريعه وسهله يعني. طبعا قدمت لحمه، وكمان عملنا طبق سلطه بلدي، حاجه كده خطيره. بكده يكون خلصت وصفتنا. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه اعمل لي سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي، وكل سنه وانتم طيبين.